ازيكم يا جماعة؟ لو السيفتي بتاع التريدميل ضاع عندكم في البيت، الأولاد ضيعوه أو ضاع بأي طريقة من الطرق، طبعا انتوا أول حاجة هتفكروا فيها انكم تروحوا شركة الأجهزة الرياضية اللي جبتم منها التريدميل علشان تقولوا لهم السيفتي كي ضاع وعايزين سيفتي كي غيره. براحتكم لو عايزين تروحوا، بس أنا أقول لكم على أفضل بديل للسيفتي كي لو ضاع من عندكم أو ضاع. أقول لكم على أفضل بديل توب، رقم واحد وأفضل حاجة. عارف إن بعض منكم أو معظمكم اتفرجتم على فيديوهات على يوتيوب وسألتوا على بديل السيفتي كي لو ضاع وكده، وقالوا لكم وشفتوا فيديوهات يعني قال- قالوا لكم في ماجنت، مغناطيس بتاع لعبة أو مغناطيس بتاع حاجة تانية، ماجنت بتاعت ألعاب بتاعت حاجة تانية. بس ده غلط لأنها ضعيفة وقوة الجذب فيها ضعيفة. أنا هقول لكم على أفضل بديل وقوة جذب عالية وممتاز جدا ورقم واحد. هتجيبوا صدادة باب زي دي من أمازون ومن محل موان، كسروها وتاخدوا الجزء ده، تاخدوا الجزء ده المدور ده، الماجنت ده، المغناطيس ده، وهتشغلوا بيه التريدميل. ده أفضل بديل، ممتاز وقوي جدا وقوة جذب عالية. انما المغناطيسات التانية ممكن تضعف التريدميل عندكم او يحصل في مشاكل علشان ضعيف هو اصلا. المغناطيسات التانية، المغناطيس التانية ضعيفة مش زي ده قوي جدا وقوة جذب عالية جدا. هتجيبوا اي صدادة باب شقة وتكسروها وتاخدوا الماجنت ده منه. هتجيبوا اي صدادة باب شقة وتاخدوا الماجنت ده منها، او تكسروها وتاخدوا المغناطيس ده منها وتشغلوا بيه التريدميل. المغناطيس ده افضل بديل لمفتاح الامان. ده افضل بديل ليه ورقم واحد، افضل من اي مغناطيس تاني. بس يا جماعة، وانا عملت الفيديو ده مساعدتكم فيه، ولو استفدتم من الفيديو ده لايك سبسكرايب فور مور فيديوز. اشوفكم في فيديو جديد حبايب قلبي.